ومجنون يقصدون النبي تشويه سمعة، ثم قالوا على النبي يريد أن يسفه آلهتكم تشويه سمعة، ثم قالوا وهو ما يحصل الآن لأن الزمان يعيد بعضه، يقولون أهل مكة والمدينة وهابية ونواصب، أهل مكة والمدينة يكرهون آل البيت والأولياء، نفس الطريقة لكن اختلفت المسميات. فهمت؟ لكن يسألنا عن آل البيت نخبرك أن آل البيت ساداتنا، سألنا عن محبتنا للنبي نقول أحب إلينا من أهالينا وأنفسنا وأموالنا، قبل أن تفتري علينا وتجعل بيننا وبين المسلمين حواجز لأجل أن تمرر عليهم عقيدة هي ليست عقيدة سيدنا محمد ولا عقيدة الأئمة الأربعة. نسأل الله السلامة. شيخ تضعون المسجد على القبر؟ لا ما نضع، إنما هذا بعض الزوار أصلحها الله لا يمتلك الدليل للدعوة إلى ما يعتقد من اعتقادات فاسدة، فيأتي بطيب يرشه غفلة ثم يأتي بأتباعه يقول هذا الريح من القبر. فهمت؟ وإلا نعتقد نحن أن سيدنا عثمان والصحابة من أهل الجنة أنهم في نعيم لا عين رأت مثله ولا سمعت مثله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعقل أن يكون هذا الريح رائحة الجنة، فلا يوجد من الجنة رائحة في الدنيا ولا شكلا ولا غيره. بعد الآثار أن الصحابة خرجوا هذه في أحد لكن لم يشمون الصحابة رائحة، إنما النص أن الأرض محرمة على أجساد الأنبياء، غير الأنبياء ربما تكون أنت ليس فقط الصحابي، وهذه كرامة من الله يمنع الأرض من أن تأخذ جسد من يشاء من عباده. وهذه الحادثة حصلت بعد 40 سنة لما جرى سيل في معركة في موقع مقبرة شهداء أحد، فأخرج بعض أجساد الشهداء، فأبناء الشهداء دفنوهم. مسألة أن قبل 80 سنة و100 سنة هذا من الكذب. وأمور كثيرة حصلت من بعض مشايخ الطرق الصوفية غفر الله لهم يدعون لنصرة عقيدتهم بهذه المنامات والقصص الكاذبة المكذوبة، مع أن ديننا اكتمل بموت الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن الحبيب قال تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يقول الآن أن النبي أخرج يده من شباك أو أنه خرج فلان يتكلم من داخل القبر هذا كذب، لأن هذه الأمور لم تحصل مع خير القرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لأنه في قصة عن أبو قاسم الجنيد هؤلاء للأسف سيساءلون أمام الله عن من أضل من المسلمين. لأن يا أخي محبة الحبيب ليس بالرؤى والمنامات، محبة الحبيب عليه الصلاة والسلام واجبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إيمان، لا ندعمها بالكذب والتدليس لأجل نمرر عقيدة هي ليست عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام ولا الأئمة الأربعة. تجد أن الإمام الشافعي، ما نقول لك أبو بكر عمر عثمان علي، لا، نقول الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة الذين كثير من الناس يدعون اتباعهم لم يفعلوا كثير مما يفعلون هؤلاء الأتباع. لا تجد أن الإمام الشافعي احتفل بمولد، ولا الإمام أبو حنيفة، لا تجد أن الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة رقصوا في المساجد، لا تجد أن الإمام الشافعي وأبو حنيفة توسلوا بالنبي بعد موته، لا تجد أن الإمام أبو حنيفة والشافعي فعلوا كثير مما يفعل الآن. فكيف تقول أنك شافعي أو حنفي؟ أنت لست كذلك، أنت نسبت نفسك زورا وبهتانا لهم، لأن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد عقيدتهم واحدة، هم اختلفوا في العقيدة، إنما في الفقه الذي لا يوجد عليه دليل. كان في الدعاء تقول يا رب من أجل حبيبك محمد، إنما تقول اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك إن أردت، لكن بجاه نبيك لا، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء، فكلنا فقراء أنبياء وغير أنبياء. وكذا الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. أنا ليش قلت لك بمحبة لنبيك؟ لأن محبة النبي إيمان. الذي رد يا مولى الزبير كان قال إذا ردت في ضائفة فقل يا مولى الزبير، يعني استعين بالله مولى رسول الله. شوف أنا أعطيك حقي المحكمات من الآيات والأدلة. في آيات القرآن الكريم كاملة العباد مخ العباد، الدعاء مخ العبادة. تجد أن الله في جميع الأدعية قال وقال ربكم ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أما نجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك آيات كثيرة وجهنا الله إليه مباشرة. نرجع إلى الأحاديث الصحيحة تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو راكب على الحمار وابن عباس خلفه، ظهر ابن عباس ظهر سيد المرسلين بصدر ابن عباس، لا يوجد قرب أشد من هذا القرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أعلمك يا غلام 3 كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تجد أن الرسول في الأحاديث الصحيحة وفي الأدلة الصحيحة وجه أحد من الصحابة أن يتوسل بجاهه أو بحقه، إنما مثل ما قال الأخ هذا غفر الله لنا ولمن نقل هذه القصة كقصة الرجل الضرير وكغيرها لم تثبت، والعلماء كثير قالوا هذه أدخلت في الأحاديث الموضوعة والضعيفة.
لماذا دائما يا أحبة يا غالي نرجع إلى ما قال العلماء في صحته كلام، ونترك الذي اتفق العلماء على صحته، مع أن العبادات لا تؤخذ إلا من أصح الأقوال، بل لا يحتج على العبادة بالضعيف الموضوع، وإلا لأصبحنا ضالين. فهمت؟ فالقول هذا لا يصل إلى الشرك اللي قال الأخ قول المولى، هذا من المخالفات في الدعاء، لكن لكن الشرك الذي جعل لله ندا هو الذي يقول المدد يا رسول الله. ليش؟ لأن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين كان على هذه الأرض التي تقف عليها يربط على بطنه حجرين من الجوع، وكان يقول من يكرم ضيفي وله الجنة، وكان عليه الصلاة والسلام ضرب في أحد وشج راسه وكسر رباعيته وسالت دماء الطاهرة على وجهه وهو ما استطاع أن يمد نفسه، بل كان يقول لابنته فاطمة بضعة رسول الله سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيء. فلسنا أفضل من ابنة فاطمة حتى نسأله المدد، ولا أفضل من صحابته الذين أهل الصفة كانوا يتلوون من الجوع، وكان يبكي الحبيب حزنا عليهم ما كان يستطيع أن يطعمهم عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ فالدعاء إياك نعبد وإياك نستعين لا نصرفها إلا لمن خلقنا. ما مسألة الذي يقول اللهم إني أسألك بحق فلان وجاه فلان، هذا ما الدعاء هذا خاطئ، لكن لا يوصل صاحبه إلى الشرك، لكنه خاطئ. ليش؟ لأن الله تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نعم، وتصلي وتسلم على الحبيب من أفضل الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كثرة الصلاة على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يجري الله بها الهموم والغموم، لأن عمل صالح. لكن أن نذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أو أن نقول يا محمد أو يا رسول الله الشفاعة، هذا ما لا يجوز، لأن الله قال في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا أردت الشفاعة من سيدك محمد عليه الصلاة والسلام اتبعه، ثم قل في مستقبل القبلة اللهم شفع فيني نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، تسأل الله أن يأذن لنبيك أن يشفع لك، لأن للشفاعة شرطين، ما هي؟ في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وآية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالحبيب عليه الصلاة والسلام منعها الله أن يشفع في ابن أبي سلول لما أراد أن يستغفر له، وأمه أبو طالب، وكذلك أمه سمح له بالزيارة وما سمح له بالدعاء لها وهي أمه. فهمت؟ ليس أمر من خلاف من رواه في الجنة أم في النار. قبر من هذا؟ لو كان هناك خلاف لما قال الحبيب لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي يا رسول الله. هل النبي يفدي أحد على أبيه وأمه؟ نعم. لا يوجد خلاف في أنهما في النار، لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام أتى رجل أعرابي قال أين أبي يا رسول الله؟ في الحديث الصحيح قال في النار، قال أبي وأباك في النار. ويدعم هذا القول يا أخي الله تعالى قال لنبيه لما حزن على موت أبي طالب على الكفر قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمحمد عليه الصلاة والسلام لا ضير لا يضره شيء، هو سيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله، سواء كان أبويه ماتوا على الإسلام أو على غير الإسلام ما يضره شيء عليه الصلاة والسلام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن بعض الناس من الغلو والإطراء قال كذا قال لا، بل أن بعض الناس للأسف من كثر ما هو مخالف لما عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ سورة المسد في القرآن يقول فيها جرحا للنبي. أعوذ بالله من هذا الكلام، لأن أبا لهب عم النبي. يعني وصلنا إلى هذه المرحلة أن ننكر ما أقرها الله لأجل محبة كاذبة تجاوزت الحدود. حين نحب النبي أشد من أنفسنا، لكن مصداق محبة النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإلا لو كانت المحبة بغير اتباع لكان النصارى في الجنة يدعون محبة عيسى، لكن هل سيحشرون مع عيسى؟ لا، لأنهم بدلوا دين عيسى عليه السلام. كذلك أمة محمد من الذي يحرمون من شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم الذين خالفوا سنة وهديه ولو أنهم قالوا أننا نحبه. فهمت؟ إنما الصادق في محبة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من يتبع سيدنا رسول الله. يجي ذلك النبي قال أحاديث كثيرة، قال من رغب عن سنتي فليس مني، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل. أنا ما أريد تسأل الشيخ هذا سعودي سوداني مصري يمني، لا، أبغاك تقرأ قوله تعالى فاسألوا. ما قال الله أهل العمام واللحى لأن في من يضل الناس، قال أهل الذكر. والله تكفل والله تكفل بحفظ ايش؟ بحفظ الذكر لا بحفظ الرجال. فالذكر هو المحفوظ، فأيما عالم يقول لك قال الله قال رسوله هو الذي تأخذ منه الدين. وأما عالم يقول قال الشيخ في المنام قال الشيخ لا تتركه هو شيخه. لأجل ذلك أنت إذا أردت أن تعرف هذا الشيخ أو هذا العالم على هداية أو على غواية انظر لما يقول لك،
هل كان يفعل أبا بكر عمر عثمان علي؟ إذا ما كان يفعلون ذلك فارفضه. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأي عمل لم يفعلها الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مرفوض. فأبا بكر عمر عثمان علي لم يدعون النبي بعد موته، ولم يتوسلون به بعد موته، ولم يحتفلون بالمولد بعد موته، ولم يرقصون في المساجد بعد موته، ولم يتبركون به بعد موته. فكل هذه العقائد فاسدة لا تحتاج نقاش، لأن أبا بكر عمر عثمان علي من أثنى عليهم رسول الله ومن أمرنا باتباعهم بالاسم ما فعلوا هذه الأفاعيل. فمن فعل هذه الأفاعيل ادعى أنه علم ما جهله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم، وهذا الدعاء. نعم. يلا حج خالد. يلا خالد. عفوا يا شيخ. ما هي؟ لا بالعكس، هذا قل له أنت كذاب. احنا علينا نرد. لا 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 في مثل هذه الامور، لا في مثل هذه الامور، في مثل هذه الامور لا تسمح لاحد يتكلم في دينه. وارد ان تقراها بدون بسمله. ما هي؟ لا هذه في التوبه فقط. انا التوبه مرات من الله. لكن تقول اعوذ بالله، بكل الصور تبدا بالاستعاذه والبسمله ما عدا التوبه. من قبل هذه لو كنت اعرف ما كذبت عليه. لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه قتلوه الخوارج. حدي لا الرسول قال والا يقعد عليه. كلام الرسول مو كلام الله. اسمعني، عمر أبو بكر عثمان لما قتلوه الخوارج الصحابة رضي الله عنهم أخفوا قبره ودفنوه في ليل، ودفنوه خارج البقيع القديم، دفنوه في بستان خلف البقيع اسمه حش كوكب، اشترى عثمان ليوسع به البقيع، فأخفوا قبره حتى لا ينبشونها الخوارج بعد موته لأن كانت في فتنة. فبعض الصحابة لا يعرفون قبر عثمان في عهده، فكيف لنا أن نعرف؟ إنما هذه المنطقة هي مكان مدفن عثمان رضي الله عنه، لكن أين دفن عثمان لا يعرف. يأتيني سائل يقول لماذا طيب في قبور محددة؟ نقول قبل 300 سنة بنيت البقيع، وهذا مخالف لما عليه الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمير المؤمنين علي يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله، ألا أجعل صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. لكن للأسف بنيت القبور ورموا بهذا الحديث عرض الحائط، فقبل 100 سنة أزيلت. فهذه آثار القبور المبنية بنيت على من؟ الله أعلم، لأنها لم تكن في عهد الصحابة مبنية. جزاكم الله. آل رسول الله مدفونين في البقيع. نعم، النبي خديجة وميمونة في مكة، بقية الزوجات في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين دفن بيده الشريفة بعض الصحابة، منهم سعد بن معاذ يهتز موت عرش الرحمن، ودفن ابنه عبد الله وابنه القاسم ما كان عليه الصلاة والسلام. نعم في البقيع، يذهب إلى قبر فلان أو فلان. دفن جليبيب. نعم دفنوا 10,000 من الصحابة، ولا أحد يستطيع. كم صحابي مدفون في البقيع؟ يقرب. بابا رقية وأم كلثوم أين هم؟ نعم في البقيع. أنا أعطيك نبذة تاريخية بسيطة سريعة على البقيع بس خلينا يجيب على الشيخ. نعم يا شيخ. نعم الشيخ، هي كانت هنا موجودة قباب هنا في البقيع. نعم بنيت بعد عهد النبي ب1000 سنة وأزيلت قبل 100 سنة، فليست حجة علينا المخالفة هذه، إنما الحجة علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يا شيخ، سيدنا العباس ما توسل بسيدنا رسول الله؟ ايوه انا اشرح لك هذه بس قرب يا حجي. انت البرد ما اخذك زياده، قرب يا حجي. التوسل 3 انواع: توسل مشروع، توسل ممنوع، توسل شركي. توسل مشروع 3: التوسل باسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. لما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه توسل بالعباس، لا بالعباس بذاته، لان ذات النبي افضل من ذات العباس، انها بدعاء العباس، وقال: كنا نتوسل برسول الله والان نتوسل بعم رسول الله، اي بدعاء عم رسول الله. فهو التوسل بالدعاء يجوز. كان الصحابه في عهد الحبيب محمد يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا جدبت الارض والسماء، فكان النبي يرفع يده ويدعو لهم. لما مات الحبيب ما احد من الصحابه ذهب الى قبره، توجهوا العباس الحي. فهمت؟ هذه هي المساله، فلا تؤخذ على انها بالذات. نعم يطلب من الدعاء، كما تذهب عند امك الان تقول: يا امي ادعو لي، لكن لو ماتت امك تذهب الى قبرها ادعو لي. الانبياء كلهم توسلوا بسيدنا رسول الله. هذا ما صح، هذا ما صح. كيف؟ ما صح، انما كانوا يوجهون الى الرسول، يقولوا اذهبوا الى الرسول. هو صلى بهم في رحلة الصوم، وهذا ما صح. نعم وهذا اصلا لما يكونوا كلهم، نعم هذا في يوم القيامه لما يكونوا كلهم احياء يحيي الله الدنيا، فيذهبون الناس إلى رسول الله ولا يأذن له الله تعالى حتى يسجد السجود، فيأذن له الله فيقول: قم اشفع تشفع. فلو كان النبي يملك الشفاعة لما سجد ذاك السجود، إنما يملكها الله سبحانه. إذا أردت شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام قل: اللهم أذن لنبيك أن يشفع فيني، اللهم شفع نبيك، لأن الله قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
فكيف تسأله مباشرة عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل ذلك أبو بكر عمر عثمان علي والأئمة الأربعة، فكيف أفعل أنا؟ هل أنا أهدى منهم أو أعلم منهم؟ فهمت؟ يعني هذه الوسيله. نعم، أقول لك شيء، البقيع فيها رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، وفيها خير الخلق من خيرة الخلق عثمان بن عفان والحسن بن علي وفاطمة سيد نساء أهل الجنة وأم المؤمنين عائشة وغيرهم. علي قتل في العراق وأخفي قبره. أنا أعطيك شيء لا يعرف بالتحديد على الأرض من قبور الأنبياء والصحابة إلا قبر حبيبنا محمد وصاحبيه، لكن بقية قبور الصحابة سواء في البقيع وخارج البقيع هذه لا تعرف، لأن الصحابة كانوا مأمورين من النبي بإخفائها، لا كتابة اسم عليها ولا بنائها ولا تحديدها. فكل من ادعى الآن أن قبر الحسين في مصر أو قبر الحسين في العراق أو قبر الحسين هنا، هؤلاء يتاجرون بهذه المقابر. يقال أن رأس سيدنا الحسين ذهبت إلى مصر ودفنت فيه. لا يوجد شعرة من سيدنا الحسين في مصر، شعرة واحدة. سيدنا الحسين على بعض الكتب نقلت أن رأسه في البقيع، ليس في العراق. أخفي قبره سيدنا رضي الله عنه الحسين، وأخفي قبر علي في العراق، لأن الذين قتلوه حيا سينبشونه ميتا. طب ومن أتى برأسه فكانوا هنا؟ يخفون. من أتى برأسه هنا؟ أتوا نقلوه إلى هنا، نقلوه. كانت في إشكالية حصلت وانتهت. يعني ما هي الإشكالية هيك سريعة؟ إشكالية أن في أناس دخلوا باسم الإسلام وفرقوا ما بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أذكر أتاني أحد الدكاترة هنا يدعي أنه دكتور، وهو للأسف دكتور ربما في علمه لكن في العقيدة احتج بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قلت له أنا نعم، هذه في حياة الرسول الله قال جاءوك، لو كان التوسل به لما احتاج أن يأتون إليه بذاته، لكن جاءوه ليسألونه أن يستغفر لهم كما كان يسأل السعال. فهو إيش قال؟ قال لا، هذه في حياته ومماته. قلت طيب اقرأ الآية التي بعدها تفسر ما قلت. إيش الآية اللي بعدها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قلت إذا نذهب أنا وأنت نتحاكم الآن إلى رسول الله. قال لا، الرسول مات. قلت الدين ليس على كيفك، في الحكم مات وفي الاستغفار حي. فهمت؟ إنما الآية التي بعدها هي تفسر ما قبلها، وغير ذلك أن الله قال جاءوك، وغير ذلك أن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ للماضي. فلما نفهم القرآن يعني يزول الانفصام. لكن بعضهم يقول وابتغوا اليه الوسيله، تقول اقرا من بدايتها لا يعرف. الله قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا، والخطاب لكل المؤمنين بما فيهم سيد المرسلين محمد. وهنا اتقوا الله، التقوى اليس عمل صالح؟ وجاهدوا عمل صالح. فهو الله قال تقربوا الي بالتقوى والجهاد. كيف نجعلها بالاولياء والصالحين؟ كم غزوه غزا الرسول في المدينه؟ كيف في المدينه ولا خارج المدينه؟ يعني غزوات المدينة المشهورة، أنا أعطيك المشهورة. عندك بدر، عندك أحد، عندك الأحزاب، شارك فيها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. اللي هي نفسها الخندق، الأحزاب شارك فيها عليه الصلاة والسلام. هي موجودة في أي مكان؟ نرجع هذا جبال بعيدة. جبل غزوة أحد هذه خلف الجبل الكبير اللي تراه أمامك. هذا نعم. والخندق خلف جبل سلح، في جبل اسمه سلح هنا في الجنوب. يعني هذا الجبل أحد؟ إي نعم، جبل أحد. نعم. فأعطيك تاريخ البقيع. البقيع كان الصحابة يقولون نزلنا إلى البقيع. يخرجون المسجد ينزلون. أنت الآن تنزل ولا تصعد؟ تصعد. فقبور الصحابة وآل البيت بعمق 4 أمتار. أن تصعد الآن في مقبرة فوق مقبرة فوق مقبرة حتى ارتفعت. فلا يعرف أصلا عقلا أي قبر في هذا المكان أنه منسوب للصحابي أو كذا، لأن قبورهم ملايين القبور. نعم. والمقبرة هذه ما زال إلى يوم صلاة الفجر يدفن فيها، ففيها ملايين الخلق. لا يعرف أي قبر فيها، حتى اللي دفن قبل 3 سنوات لا يعرف، لأن في نهي عن النبي كتابة الأسماء على المقابر. فهمت؟ فالأصل بس احنا بنكتب الأسامي في مصر على المقابر، يجوز ولا لا؟ فعل مصر ليس حجة عليه. الحجة عليه قال الله وقال رسوله. لكن اسمعني، أهل مصر هم أدرى بالحكم. إذا كان في حاجة تدعي أن يكتبون الاسم للنبش والتغيير الله أعلم. كل البلاد يكتبون الاسم. أنا أعطيك فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال وألا يكتب عليها. موجود في النص. نعم، على المذاهب الأربعة موجود نصا. نعم، وألا يقعد عليها. طب حلال أم حرام الكتابة؟ يعني أنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعل وفعلت، إيش الحكم؟ يقعد شو معناها يعني؟ والمخالفة ما هي؟ يحذر الذين يخالفون عن امره. انا ابني عايز يروح يزور قبر جده ويدعو له. طيب. بس لو ما جاش عليه اسمه مش هيعرفه. طيب اسمعني يا حجي، اتفضل. ما يقبل الدعاء الا عند قبره؟ بعيد عن قبره يقبل. خلاص، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3. صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد صالح. ليش قال صالح؟
لأن ليس كل ابن تقبل دعوته في أبيه إلا إذا كان صالح، فإذا استثمر الأب في تربية ابنه نفعه ذلك أن ولده سيكون صالح وسينفعه بدعائه. لأن يوم القيامة يرتفع، أو في الجنة يرتفع الإنسان درجات، يقول رب من أين لي هذا؟ يقول بدعوة ولد صالح. طيب فهم؟ لا يعني أنا جيت عملت عمرة وعايز أعمل عمرة لأبي رحمة الله عليه، نعم. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز. نعم الإحسان يعني للوالدين، العمرة عنا، في الحج حديث عنا، عن الصدقة الرسول عنا. نعم. صلى الله عليه وسلم، تعتمر عن أبيك عن أمك، تتصدق عنهم، تدعو لهم، تبني لهم وقف، كل هذه من البر بعد الممات. طب العمرة في مسجد التنعيم هذه العلماء على أقوال منهم من قال لا، تأتي بعمرة من بلدك. نعم الحج. يتم البناء هنا كل 5 سنين كل 5 سنين التجديد كل سنة على حسب بس العلماء قالوا يعني نظرا